الشولدر امبنجمنت هو مصطلح عفى عليه الزمن. المصطلح ده طلع في القرن العشرين لما عالم من العلماء حب يفسر وجع الكتف. التفسير اللي طلع بيه ساعتها ان الوتر بيحك في العظم. فضل المصطلح ده مع دكاترة العلاج الطبيعي لسنين طويلة لحد ما بدأت الابحاث تتطور وبدأوا يسألوا نفسهم هل فعلا الاحتكاك ده هو اللي بيسبب الألم عند الناس. وبعد ما عملوا دراسات كتير لقوا ان الاحتكاك ده موجود عند الناس اللي عندها ألم والناس اللي ما عندهاش ألم. ولقوا كمان ان في ناس عندها ألم وما بيحصلش عندها احتكاك. الكتف مفصل معقد فيه اوتار واربطه وعضلات كتيره جدا، ما نقدرش بالظبط نحدد المشكله فين. لكن في تشخيص العلاج الطبيعي نبدا نشوف هي الموفمنت اللي فيها ليميتيشن وميكانيزم الاصابه كان عامل ازاي، ونشوف الشخص ده محتاج يرجع لايه بالظبط. بس في الاخر حابب اقول لك ان خلاص شولدر امبنجمنت دي بقت قديمه. المصطلح الدارج دلوقتي هو السب اكروميال بين سيندروم، يعني الالم اللي بيحصل تحت عظمه الاكروميون اللي في الكتف. لان زي ما قلت لك في الاول ما نقدرش نعرف بالظبط الضرر حاصل في انهي ماسل من الماسلز الكتيره اللي موجوده. لو عندكم اي اسئله سيبوها لي في الكومنتس تحت.